عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا التكمله ديال الحلقه اللي فاتت اللي هضرت لكم على نص نص ومهرسه وسبيسيال وحليب مهرس. لكن اليوم تكون حلقه على نص نص كبيره في الطاس وفي الكاس، ونص نص صغيره في الكاس وفي الطاس. غادي نصايب معكم اما مثلا عندنا هاد الطاس هذا، يعني نقدروا نصايبوا نص نص في هاد الطاس، مي ما غنصايبش معكم في هاد الطاس هذا باش حنا نصايب معكم في ترونسبارون باش يبان لكم. المهم انا عطيتكم غير يعني ممكن انكم ديروها في الطاس او لا في الكاس. نورمالمون كيخرجوها نص نص تتخرج في هاد الكاس هذا اللي بحال هذا، وكاين شكل اخر كيكون طويل شي شويه. انا عندي فقط هذا نص نص كبيره في الطاس هنا في الكاس، وعندنا معكم حتى نص نص صغيره في الكاس ونص نص هنايا في الطاس. هذا اللي ترونسبارون، وضروري خاصكم تشوفوا الحلقات اللي درت معاكم، ضروري تشوفوا دوك الحلقات باش تفهموا مزيان علاش كنهضر. وواحد الحاجه قبل ما نبدا معاكم الدرس، وهي فاش كيجي مثلا الكليان ويجي السيرفور ويجيب لك لا كوموند ديال نص نص خفيفه او لا قاصحه، راه ما كيعنيش باللي مثلا اتبان لك غدير مثلا نص نص خفيفه، يعني تولي تبان لك انا شويه ديال القهوه نازله صافي دغيا تحبسها. لا، مي دابا انا ملي غنصايب معكم كافي مواتي هي نص نص نصايبها معكم خفيفه، وغادي تشوفوا كيفاش وامتى تقدروا تخليوها وتحبسوها، يعني امتى غتحبسوها بالضبط. ولكن المشكل هنا فين كاين، هي فاش كيطلبها مثلا كيطلبها لك نص نص قاصحه. علاش؟ حيت اكثريه اللي بارما كيخلي مثلا القهوه يعني نازله ملي كتسالي ديك القهوه كيبقى شنو اللي كيبقى دايز غير الماء. فهمتوا كيفاش؟ غاديك الساعه راه غير الماء اللي نازل ماشي القهوه. نورمالمون ملي كتهبط القهوه دونك صافي ما غاديش نعاود نهبط هذاك الماء، راه غير الماء اللي دايز وكيحسب ليه راه تكون عندك نص نص قاصحه. دونك خاصك تزيد في لاطوس ديال القهوه، يعني تقريبا او موان 2 غرام، 2 ديال الغرامات. فهمتوا يعني كيفاش باش تخرج قهوه قاصحه، تخرج لك قهوه قاصحه. اما اذا صايبتي مثلا نص عادي ودرتي القهوه، درتي القهوه هنا ودازت وخليتي القهوه نازله وبان لك هنا واحد الخط وخليتيه هكذا، والله راه هذاك راه غير الماء. لان كاين واحد يعني كاينين بزاف ديال لي بارون كيغلطوا. ضروري اي واحد كيغلط، ولكن ضروري خاصو موراها انه يستافد ويتعلم باش ما يعاودش يدير نفس الغلط. علاش؟ دابا هو كيخلي مثلا ملي كيشوف الخط كيبان ليه رقيق، كيقول لا بانت لي غير شويه ديال القهوه. هو خاصو ضروري انه يكبر داك الخط، وملي كيكبر داك الخط راه غير الماء ماشي قهوه راه دازت في الاول. وحتى كاينين حتى واحد النوع ديال الكليان ماشي غير البارما، يعني سوا في مصنع سوا في نورمال سوا في اي حاجه، كيقول لك ملي كيشوف قدام، ملي كيشوفك انك كتصايب القهوه قدامه هو كيشوف فيك هبطات القهوه، انت عارف يعني بارمان عارف انه حداش خاصها تكون. مي هو الكليان كيجي كيقول لك لا غير زيدها طالعه، وملي كيزيد هو راه كيشوف قدامه ان راه غير الماء اللي دايز ماشي القهوه. القهوه راه دازت مي الماء في الاخر هو غير الماء اللي كيدوز. فهمتوا دابا كيفاش؟ دابا من بعد ما شرحت لكم بالنسبه للنص نص وكيفاش ممكن انكم تصايبوها، طبعا نصايب معكم نص اما خفيفه. حاجه هي انا غسلت الكاس مزيان منها انه كنحيدوا الغبره اللي فيه مثلا، الا كانت فيه شي غبره نحيدوها، ومنها كنسخنوا الكاس. دابا غادي خوي الحليب
هانتوما غادي ندير مثلا غنديرو القياس ديال حد هنا. شو القياس؟ هذه غير نص عادي. غنفيد معكم الحليب قدامكم باش تشوفوا كلشي. غنفيدو انا في الكاس حيت انا فريمون انا تنفيدو هنايا في البول. مي دابا عندي نص مثلا وحده غنفيد بالحليب. اول حاجه غادي نديرها هو اننا نخرجوا داك الماء اللي كاين هنايا في الفابور باش ما يطلق ليناش الماء هنايا في الحليب. ضروري نطلقوا داك الماء نحيدوه عاد نفيضوا الحليب ديالنا. صافي نوريكم مزيان. ها هو احنا فيدنا الحليب ديالنا. ضروري خاص يكون حداكم طرشون باش نمسحوا هاد لافابور. ضروري انا عاودت خليت هذا هنايا في البو باش انا نوريكم الطريقه كيفاش ديروا. يعني حيتاش كتصايب مثلا نص عاديه، وبالنسبه مثلا نص طاس اولا في الكاس كنفيدوا الحليب مثلا في البو. انا فيدته في الكاس، وكاين اللي كيفيدوا في الكاس. ومن الاحسن يعني تفيدوا في الكاس. يعني ماشي خاصك تجي وتخوي. فهمتوا كيفاش؟ ما تجيش وتخوي الكاس. تجي راه خويتي غادي تخوي غير الحليب هو اللي غتخوي. يعني ما غاديرش معاه لاموس هنا كتبقى، غادي تخوي انت غير الحليب. يعني خاصك ضروري تلعب بيديك، تلعب في البول. خص ضروري تحركو بحال هكا باش لاموس كتبان لك طالعه. يعني كتبقى تحركو بحال هكا باش لاموس كتطلع. اما الا جيتي وخويتي ما غادي يهبط لك غير الحليب صافي. المهم ها نتوما الطريقه كيف ما غتشوفوا دابا معايا. غنبقى نحرك بحال هكذا هكذا. ها هي لاموس. شوفوا نعاودو معاكم نحركو هكا. شوفوا الحليب ها لاموس. فاهمين؟ يعني كيف ما شفتوا انا جربتو باش نوريكم كيفاش انكم تخويو الحليب في الكاس. يعني ملي تبغي تخوي مثلا فيتيه في البو كيفاش تخوي، يعني سواء في الكاس اولا في الطاس. خصك تعرف كيفاش الطريقه باش تخوي الحليب ديالك في الكاس. ماشي غير تجي وتخوي. ضروري تحرك البو، تحركو هكذا غير هكا بشويه تحركو، حيت انت اللي غتحكم فيه بيديك. يعني كتحركو باش كتطلع لاموس مزيان الفوق، وعاد كتخوي الحليب في الطاس اولا في الكاس. راكم شفتوا كيفاش درت في الحلقه اللي فاتت، وريتكم كيفاش باش كيولي الحليب مثلا في النص، ولاموس كتكون طالعه. من بعد كدير القهوه ديالك. ومن الاحسن انكم تفيدوا الحليب في البو، حيت بعض المرات غتكون عندك الخدمه بزاف وهكا سهل عليك الخدمه. يكون عندك الخدمه بزاف ضروري مثلا جاو عندك 3 ديال النصناص اولا 2 ولا كثر كاع، كتفيد الحليب في البو باش كتسهل عليك الخدمه. مي الا درتي في الكاس ديريكتومون فيتي في الكاس وعاوتاني تفيد في الكاس، يعني غير كتثقل عليك الخدمه. دونك البو غادي يسهل عليك صافي. الحليب فيتي غيخدم لك ديريكتومون.
غيخدم لك القهوه ديالك. كنتمنى يكون هذا الشيء يعني واضح ومفهوم. دابا غادي نصايب القهوه معكم باش نوريكم النص. شوفوا هذا انا نص هذه اللي درتها عاديه. صافي هانتوما شوفوا معايا كيفاش غندير ليها. نطلقوا هذا هو الاول باش ما يحرقش لنا القهوه. غادي دائما كنقولها لكم في اي فيديو، كنقول لكم دائما خاصنا نحطوا الماء هو الاول باش ما يحرقش لنا القهوه. انا دائما كنقولها لكم في اي فيديو. سواء انا شرحت لكم كل شيء، كل حلقه درتها بوحدها. وريتكم كيفاش هادو يعني كيفاش تهبطوا القهوه وكيفاش تصايبوها. وريتكم هاد الفابور هذا كيفاش تخدموا به، يعني ضروري تحيدوا داك الماء اللي فيه عاد تخدموا به وتفيضوا الحليب ديالكم. هادو ضروري تطلق الماء هو الاول، عاد تركب البورت فلتر ديالك. وريتكم كل شيء على الماكينه وكل حاجه بوحدها. وريتكم الماء حتى هو كيفاش يعني كيفاش انكم تريكلوا القهوه ديالكم سواء في المولان المانيوال والاوتوماتيك. يعني وريتكم كل شيء في اي حلقه. دابا ندوزو الموضوع ديالنا، هو اننا غادي نهبطوا هذا الماء هو الاول. صافي نديرو القهوه ديالنا. صافي نديرو نخلو القهوه. اول حاجه هو تخليو داك القهوه الكحله تحيد عاد. ما تحيدوهاش، خليوها دايزه. غير هو فقط كما قلت لكم ما تكبروش هذا الخط بزاف. كيبان لكم انه الماء صافي غيبدا يهبط، نحبسوا القهوه لان دابا باقا القهوه راها نازله. غير ما نكبروش هذاك الخط بزاف. صافي هذه هي نص كبيره في الكاس. ها لاموس كيف ما كتشوفوا، لاموس والحليب والقهوه. كيف ما وريتكم هذه هي نص اللي صايبت معكم دابا. ها هي هذه نص كبيره في الكاس. دابا غادي ندوز معكم. انا بلا ما ندير معكم نص كبيره في الطاس، يعني راه كنظن ان كل شيء باين وواضح. نفس الحاجه اللي درتها هنا هي اللي غادي ديروها هنا. غير هذا الطاس وهذا كاس كبير. الطاس كبير يعني نص كبيره في الطاس ونص كبيره في الكاس. يعني كما شفتوا معايا درت هنا، راه فقط غديروا هنايا، يعني بلا ما نحتاج انني نوريكم كيفاش. دابا غادي ندير معكم نص هنا، نص صغيره في الكاس. غادي ندير الحليب ديجا انا راني مفيده، راني وريتكم. دابا نسخنوا الكاس. كيف ما قلت لكم ضروري ديروا بحال هكا باش تطلع لاموس. ضروري تلعبوا بيديكم بحال هكا. بحال هكذا. هانتوما
صافي دابا غادي نديرها في الماكينه ونزول. القهوة ديالنا هاهي غنصيبها معكم، غنوريها لكم مع القرب. دابا باش تشوفوا مزيان خليو داك القهوة الكحلة تذوب عاد. هذه هي نص صغيرة كيف ما وريتكم. هذه هي نص كبيرة، هذه هي نص كبيرة. انا ما بغيتش انا وريتكم في الكاس باش يبان لكم كل شيء، انا كندير لكم غير في الكاس. يعني الا درت لكم انا في الطاس ما غاديش يبان لكم. كاين فرق ما بين ترانسبارون وما بين هذا اللي ما كيبينش. ودرت لكم هنا نص صغيره حتى هي، ها هي كما كتوريكم ناموس والقهوه والحليب. انا درت لكم حتى هي نص صغيره هنا في الكاس، لان ثاني الا ما درت لكمش، الا درت لكم هنايا في الطاس ما غيبان لكم والو. دونك من الاحسن هادو هما القهوه ديالنا اللي درنا في هذه الحلقه هذه. نتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم بالنسبه لكم. انا هكا درت لكم يعني كل درس والحلقه ديالو باش تفهموا مزيان كل حاجه بوحدها. ضروري تتبعوا الحلقات اللي درتو باش تعرفوا كل حاجه على هذا الدومين. وان شاء الله جايين حلقات بزاف على هذا الشيء. يعني لي كافي اللي كيتخدموا بالحليب وفيهم حاجات جديده، مثلا لي شوكولا فوندي، وعلاش لا حتى لي موكتيل الى اخره. واللي مازال ما اشترك في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش توصلوا كل جديد كنحطه لكم. وديروا لايك